في دماغه مش حاجبه خالص. خالص بقى. بس لا، انا بحب العب معاه عامه. لعيب عنده سكيلز مختلفه، مش كل الناس هتفهم كورته يعني. جون فاضي، جون فاضي. ما قلت لك ابو صلاح، قلت لك يا عم بيضيع الكوره والجون فاضي، قعدت تقول لي اصله لعبه مختلف ومحدش بيفهمه وبحب العب معاه. عاجبك اللي حصل ده؟ يعني عاجبك اللي حصل ده؟ اتفضل، هو بيضيع الكوره والجون فاضي، طالعين انتوا الاتنين انفراد مع بعض، لا عارف يبصيلك ولا عارف يحط لوب ولا عارف يحط اي حاجه، وبيشوطها في ايد مارتينيز وحاجه نيله خالص. ليفربول بتتعادل 2-2 مع استون فيلا في الماتش المؤجل في الدوري الانجليزي علشان ترفع رصيدها بنقطة واحدة، تفرق عن أرسنال ب8 نقط، ولكنها لعبة ماتش زيادة. أرسنال لو كسبت الماتش يبقى الفرق 5 نقط بس في سباق الدوري اللي مش عايز يخلص. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل في الماتش. يلا بينا. ماتش ليفربول واستون فيلا، الماتش المؤجل اللي كلنا كنا مستنيينه علشان ليفربول توسع الفرق ما بينها وما بين ارسنال. توسع الفرق لقد ايه؟ كانت هتوسع الفرق يا جماعه ل10 نقط. ارسنال لسه ليها ماتش مؤجل، لو كسبته كان الفرق هيبقى 7، ولكن للاسف ليفربول بتتعادل، الفرق بيبقى 8 نقط بس. ارسنال لو كسبت الماتش الناقص عن ليفربول يبقى الفرق 5 نقط بس. لسه فرصها في الحصول على الدوري موجودة. ليفربول عمالة تضيع في نقط، ليفربول عمالة تتعادل. مش عارف اخرتها ايه يا عم سلوت. ليفربول فرقة فشيخة، ليفربول اجمد فرقة في العالم. ماشي يا عم، على راسي على راسي، رغم ان انا مش مقتنع بالكلام ده. طول ما ريال مدريد موجودة، طول ما النادي ما ولعش ولا حصلت اي حاجه، فسيظل ريال مدريد هو النادي رقم واحد في اوروبا وفي العالم كله. ولكن السنه دي ليفربول فرقه، ليفربول عاليه، ليفربول سكواد قوي جدا. ليفربول بدأت الشوط الأول بداية خطيرة جدا، بداية جامدة جدا، ضيعت فيها كمية أجوان ما تضيعش، كانت مسيطرة سيطرة تامة. اللعيبة وصلت إن هي بتقسم على مدافعين أستون فيلا جوه ال 18، لحد ما في الآخر عميوتا بيحط عرضية حلوة قوي لمحمد صلاح اللي بيجيب منها الجون الأول. ولكن بعد الجون الأول ليفربول بتتراجع تراجع غريب جدا، ما كانش مفهوم بالنسبه لي. مش عارف ليه سلوت هدى الريتم قوي بالشكل ده، ادى فرصه لاستون فيلا ان هي تمسك الكوره. وخلينا بقى نتكلم عن لعيبه استون فيلا وجمال لعيبه استون فيلا. راشفورد بدا يلاقي نفسه تاني مع استون فيلا بعد ما كان اتدفن بالحياه في مانشستر يونايتد. اسينسيو لسه ما اشتغلش، ولكن في بوادر. طبعا اولي واتكنز لا كلام عليه. وخلينا نتكلم يا جماعه عن مايسترو نص الملعب تيليمانز. تيليمانز اللعيب البلجيكي اللي بجد مش هقول عليه ان هو جامد، ان هو فشيخ، ان هو تيليمانز كان بيلاعب نص ملعب ليفربول لوحده. يمكن الماتش ده جرافنبرخ وسوبوزلاي ما كانوش في احسن حالاتهم، خصوصا سوبوزلاي اللي كان سيء جدا، ولكن تيليمانز كان مسيطر سيطره تامه في نص الملعب. الراجل كان بيعمل كل حاجه في الكوره، بعيدا عن ارقام اسيست جوان مش عارف ايه. الراجل في الملعب حاجه تانية. الراجل لو شفتوا تسقيف الجمهور ليه وهو خارج هتعرفوا قيمته في فرقه استون فيلا. تيليمانز كان ماسك الماتش لاستون فيلا، اداهم الفرصه ان هم يسيطروا على الكوره، اداهم الفرصه ان هم يبادروا بالهجمات، اداهم الفرصه ان هم يطلعوا بيجيبوا الجون الاول، بيجيبوا الجون الثاني، بيتقدموا على ليفربول 2-1 في ظل برضه تراجع غريب، تراجع غريب قوي من ارني سلوت. ما كانش مفهوم بالنسبه لي. دخلنا الشوط الثاني نفس الكلام برضه. استون فيلا ماسكه الكوره، استون فيلا بتهاجم، استون فيلا لحد ما عدى 10 دقائق او ربع ساعه وتقريبا ارن سلوت خد باله ان الماتش بيروح منه، خد باله ان الدوري كله ممكن يروح منه بسبب الهبل اللي بيحصل دوت. بدأ يسخن اللعيبه شويه، لعيبه ليفربول سخنت. طبعا دييجو يوتا كان في اسوأ حالاته، ضيع كميه كور بغض النظر عن الاسيست اللي عمله محمد صلاح، بس ضيع كور ما تضيعش، كانت كفيله ان تخلي ليفربول تتعادل وتتقدم كمان. ولكن كان اداء غريب قوي منه. ولكن محمد صلاح بيرجع باسيست كويس جدا بعد مراوغه يعني ماشي، هي عدت خبطت، بس هو الراجل كان بيرقص كده كده اهوت، وعدى من لوكاس دين وحط ثرو لارنولد اللي بيشوط الكوره وبتعمل ديفليكشن في مينجز وبتخش جون بعد ما بتباغت ايميليانو مارتينيز علشان ليفربول تتعادل 2-2. والجون دوت ببساطه بيقول حاجه واضحه وصريحه: يا اداره ليفربول، صلاح وارنولد ما بيتجدد لهمش ليه؟ يعني انت كنت خسران، انت كنت بتروح في داهيه، الدوري كان بيروح منك، كوره من 2 لعيبه انت رافض ان انت تجدد لهم بالارقام اللي هم عايزينها، رجعوك الماتش تاني. سواء صلاح او ارنولد، صلاح اللي جايب جون واسيست، صلاح اللي واخد مان اوف ذا ماتش، صلاح اللي هداف الدوري الانجليزي والموست اسيست في الدوري الانجليزي، صلاح اللي بيلعب لوحده في العالم دلوقتي وفي حته تانيه احسن لعيب في العالم حرفيا.
برضه ما بتجددلوش، برضه سايب الملف مفتوح. طب لحد امتى؟ الموسم بيخلص شهر 2 بيخلص اهوت، هيبقى معاك 3 4 خلاص 5 الموسم خلص. هتجدد للعيبه دي امتى؟ من الواضح يعني الرؤيه اللي احنا شايفينها ان ارنولد خلاص رايح ريال مدريد، ولكن ما قدرتش تحافظ على ارنولد. هتسيب صلاح وفان دايك؟ هتسيبهم هم كمان للوضع ده في ظل الاغراءات البشعه من السعوديه ومن الانديه السعوديه للعيبه دي والمرتبات الخرافيه اللي بنسمعها؟ هتسيبهم يمشي؟ هتضحي بفرقه كامله؟ صلاح وفان دايك دول فرقه كامله. صلاح وفان دايك هم اللي ماسكين ليفربول، دفاع ليفربول، هجوم ليفربول هو صلاح وفان دايك. دولت لو مشوا انت هتعيد بناء فرقه من اول وجديد. طب وبعدين؟ انت مستني ايه؟ مستني لما اخر السيزون صلاح ان شاء الله ياخد البالون دور ويبقى فعلا احسن لعيب في العالم، وتسيب احسن لعيب في العالم يمشي من عندك بسهوله كده؟ الصراحه غباء من الاداره في التعامل مع ملف التجديد للثلاث لعيبه دول. لعيب منهم ضاع، والاثنين اللعيبه لسه مش قادرين يحافظوا عليهم. ليفربول بعد ما جابت الجون الثاني تراجعوا تاني، مش عارف ليه تراجعوا تاني. وارني سلوت عمل شويه تبديلات متخلفه من وجهه نظري، ان هو خرج ديجو روتا، هو كان سيء بس نزل الاسوأ منه داروين نونيز. داروين نونيز بيضيع كوره والجون فاضي بعد ما سوبوزلاي طالع انفراد. انا برضو كان بالنسبه لي مش مفهوم سوبوزلاي ليه ما حطهاش في الجون. يعني انت طالع انفراد انت والجون، حطها يا عم، حطها في البعيده، حطها في الضيقه، حطها لوب، اعمل اي حاجه، حطها جون. ولكن حط الكوره بالعرض لداروين نونيز اللي كان متطرف شويه بعد الستة ياردة والجون فاضي. يعني برضو ماشي، حطيتها بالعرض الجون فاضي. داروين نونيز بيعمل ايه؟ بجد انا نفسي اعرف بيعمل ايه. يا عم صلاح ازاي تفكيره مختلف؟ ده ما بيفكرش اصلا، والله ما بيفكر اصلا. ايه اللي هو بيعمله ده؟ بيحط الكرة في السماء بمنتهى العشوائية والجون فاضي. الراجل اصلا ما عندوش حساسية الجون، ده مهاجم المفروض رجله عارفة طريق الجون. ماشي مش هيشوط كويس، مش هيركن كويس، مش عارف بس رجله عارفة طريق الجون. لما الجون يبقى فاضي لازم الكرة تدخل الجون. يعني ما فيهاش تفكير، بجد ما فيهاش تفكير. لكن بيحط الكرة بره بجد بكرة مستفزة، يعني خلت الناس كلها تخرج عن شوارها. وبعدين بالكيلو كرة تانية انفراد يطلع عليه ايميليانو مارتينيز هو وصلاح. صلاح الناحيه الثانيه على يمينه لوحده خالص. لو حط الكرة بس من فوق ايميليانو مارتينيز حتى لو مش في اتجاه الجون، صلاح كان لوحده معهوش اي مدافع، كان هيلحق الكرة ويحطها جون. لو كان حط الكرة في الجون كأي مهاجم لعيب زي ما شفنا مبابي في ماتش السيتي وبيحط الكرة لوب من بعيد، يعني انا مش عارف هو عمل ايه. عايز يرقص الجون ويا ريته بيرقص الجون، ده بيزق الكرة يعني ما لمهاش، ما عملش فنت، ما عملش اي حاجه، ده هو بيزق الكوره. فطبيعي ان ايميليانو مارتينيز قطع الكوره منه وضاعت الهجمه. داروين نونيز وديجو يوتا ضيعوا فوز كبير قوي على ليفربول، ضيعوا مجهود فرقه كامله. بس برضه عشان ما احصرش الموضوع فيهم، سوبوزلاي كان من اسوأ الماتشات اللي انا شفتها ليه. سوبوزلاي كان سيء جدا طول الماتش، ما عملش اي حاجه. يمكن الفرقه اللي سندها شويه ان كان في شويه لعيبه فايقه زي صلاح، زي ارنولد، زي فان دايك، زي كوناتي، روبرتسون على غير العاده كان كويس جدا. جرافنبرخ برضه ما شفناهوش كتير ولكن ما كانش سيء. بس خلينا نشيد بقى بأوناي إمري، بجد قاهر الكبار. اوناي امري بجد بيعرف ازاي يكسب. اوناي امري دوت اللي كسب السيتي، اللي كسب بايرن ميونخ، اللي قدر يمنع ليفربول ان هي تكسبه. اتعادلوا هم معاه مش هو اللي اتعادل معاهم. واخر تلت ساعه في الماتش كامله استون فيلا مسيطره على الكره سيطره تامه بعد ما نزل اللعيبه الشابه الجديده. مالين اللي جايبه من دورتموند، روجرز اصلا يا جماعه روجرز عالمي. روجرز بيعمل كل حاجه في الكوره بجد. بعد ما نزل ماتي كاش اللي نزل اللي راجع من الاصابه، ماتي كاش برضه فوق الناحيه اليمين، عمل شويه تغييرات قدر ان هو يمسك بيها الماتش، قدر ان هو يرجع يسيطر على الكوره. ضيعوا كميه كور، مالين لوحده مضيع جونين او ثلاثه، روجرز مضيع كوره في الدقيقه 93. استون فيلا كانت قريبه جدا من ان هي تجيب الثالث ومن ان هي تاخد الثلاث نقط من ليفربول، ولكن سوء الحظ. خليني انا مش هقول غير ان هو سوء حظ، لان استون فيلا بجد كانت تستاهل الفوز، وماي امري بجد كان يستاهل الفوز. استون فيلا تستاهل مركز احسن بكتير من اللي هي موجوده فيه في الدوري الانجليزي. استون فيلا عملوا ماتش عالمي على ليفربول، قدروا ان هم يوقفوا ليفربول وضيعوا من ايديهم فرصه ذهبيه بجد من ان هم يفوزوا على متصدر الدوري الانجليزي. بس مش وحش، يعني مش وحش. يعني هم خساره ان هم ما كسبوش، بس فعلا مش وحش. التعادل من ليفربول فهو في حد ذاته مكسب. التعادل في ظل الظروف دي، ليفربول بتكتسح العالم كله في دوري ابطال اوروبا متصدر، في الدوري الانجليزي متصدر، فهو في حد ذاته مش وحش خالص. فاستون فيلا قدرت ان هي تاخد نقطه من الماتش ده، قدرت ان هي ما تخسرش، قدرت ان هي تحافظ على مركزها على الاقل في الدوري الانجليزي، وان هي برضو ما تهلكش لاعبتها الهلك اللي موجود. اوناي امري عمل التبديلات كلها علشان ماتشات الشامبيونز ليج اللي هنشوف قرعتها ان شاء الله يوم الجمعه. استون فيلا يا جماعه من الفرق اللي متاهله مباشره في الشامبيونز ليج، فاستون فيلا عامله موسم فعلا للتاريخ. اوناي امري عامل موسم للتاريخ مع استون فيلا، واستون فيلا ليها مكانه خاصه عندنا كلنا كمصريين. طبعا كلنا عارفين ان استون فيلا مملوكه
رجل الاعمال المصري ساويرس، وان محمدي هو المدير الرياضي. المحمدي اللي عمل تاريخ كبير قوي في استون فيلا وكلاعب، وبيعمل تاريخ برضه كاداري. ففعلا فرقه كويسه، فرقه ليها تاريخ كبير قوي في انجلترا. فالواحد بيتبسط لما بيشوف الفرق دي بترجع تاني للمنافسه، بترجع تاني للساحه، بترجع تاني للساحه الاوروبيه كمان، مش الساحه الانجليزيه بس. فانا بتمنى لهم مزيد من التوفيق، ولكن برضو كنت اتمنى ان ليفربول تكسب، ان هي تعزز موقفها، ان صلاح يجيب اكتر من كده. عايزين نثبت رجلين صلاح بقى في الهداف واكتر اسيستات، عايزينه يخش ياخد احسن لعيب كل شهر، ياخد احسن لعيب في الدوري الانجليزي، لان دوت الموسم اللي صلاح لو خد فيه الدوري الانجليزي وقدر ان هو ياخد الشامبيونز ليج او حتى يوصل فاينل الشامبيونز ليج، مش لازم ياخده. الموسم ما فيهوش اي بطولات مع المنتخب، ما فيهوش اي بطولات قاريه. الموسم اللعيبه اللي فيه كلها ما فيهاش لعيب متوهج او متالق. هو ده الموسم اللي صلاح فعلا يقدر ياخد فيه الكره الذهبيه. شفنا الموسم اللي فات رودري بياخد الكره الذهبيه، يعني رودري بياخد الكره الذهبيه. فصلاح هياخدها امتى غير الموسم ده؟ فالواحد كان نفسه يشوف اكتر من كده لمحمد صلاح، علشان يدعم موقفه اخر السنه الجايه في حفل توزيع بقى البالون دور من فرانس فوتبول. واتمنى بجد ان احنا نشوف اخيرا لعيب عربي ولعيب مصري بيرفع الكره الذهبيه. ده كان ملخص ماتش ليفربول واستون فيلا اللي خلص بالتعادل 2-2. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تنزل بسرعه اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديده. ولحد الفيديو الجاي والاسبوع الجاي من الدوري الانجليزي، استودعكم الله. تشاو.